السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم شافية فود. فيديو اليوم غادي نحضروا معكم طنجية الدجاج في الكوكو تحت طلب العديد من المتتبعين، وخاصة الناس اللي كيعشقوا الطنجية وما كيتوفرش عندهم الفرناتشي واللي كتجي رائعة بحال طيبة في الرماد. بسم الله. كنحتاجوا للدجاج اللي غسلناه مزيان بالملحة والحامض وحيدنا ليه الجلدة، فبالنسبة للجلدة كتبقى اختيارية، فليا أنا كنحيدها. نحتاجوا الثومه اللي بغا بالقشور ديالها كيديرها، واللي بغا محكوكه كيديرها. زيت العود، المصير الحيل، السمن، زعفران حر، الكمون، سكنجبير، البزار والماء. وندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه كناخذوا كاس ديال الماء وكنديروا الزعفران باش يتسلق. كناخذوا الدجاج نديروه في الكوكوت. كنديروا الكمون. بالنسبه للكمون فهو هذا الكمون عندنا بلدي حنا اللي كنطحنوه. كنديروه شويه بزيت، فهو من المكونات الاساسيه ديال الطنجيه. شويه ديال السمن، ثومه تقريبا واحد الراس ديال الثومه. وبالنسبه للثومه فهي كتبقى على حساب الانسان وكي تيبغيها، كاين اللي تيبغيها كثيره، كاين اللي تيبغيها قليله. انا كنبغيها غير القياس. شويه ديال السكنجبير، شويه ديال البزار، المصير حي اللي مصاوبو انايا على يديا في الدار، فهو ما كنكثروش منه حيت يكون مالح شي شويه. كنحاولوا نديروه باللبابه ديالو. نحيدو ليه هاد العلف هذا ونديروه. كنديرو الزيت البلديه وكنحاولوا نخلطوا المكونات قبل ما نديرو فيها الماء. وفي الاخير كنزيدو الماء اللي درنا فيه الزعفران. كنزيدو القياس ديال الماء اللي بغا يطيب فيه الدجاج، وبالنسبه للدجاج فهو دغيا كيطيب. ونسدو عليها ونتلاقاو مورا الطياب. وها هي الطنجيه ديالنا بعد ما طابت، اللهم بارك، داكشي تيبان زاز لوز. وندوزو للتذوق. ملي ما طابت زبده. بسم الله. يا سلام. وما تبخلوش علينا بلي كومونتيرات واللايكات وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. وتحياتي.